العالم كله التزم الصمت فيما عدا يعني تحقيق ما هو واقع إلا الإعلام المصري. وهكذا شهد شاهد من أهلها، فلم تكد تمضي ساعات قليلة على بدء الأحداث والإعلان عن محاولة انقلاب في تركيا يجري التصدي لها، حتى بدأت كل وسائل الإعلام والوكالات في العالم بالتركيز على تركيا ونقل الأخبار من الأرض. وبينما كانت أغلب الوسائل في العالم تتعامل بحذر مع التطورات بدون انزلاق إلى توصيفات محددة، كانت هناك وسائل إعلام أخرى انحازت تماما للانقلابيين وأعلنت نجاحهم وتضامنت معهم قلبا وقالبا. فأغلب الصحف المصرية وفي مقدمتها الأهرام أعرق صحيفة في المنطقة استبق أغلبها الأحداث نفسها، وخرجت العناوين لتعلن نجاح محاولة الانقلاب في تركيا والقضاء على أردوغان وطلبه اللجوء في ألمانيا. وتباينت صياغة العناوين بين أن الجيش التركي يطيح بأردوغان أو الجيش يحكم تركيا ويطيح بأردوغان. أما قنوات الإعلام فكان منها ما هو أكثر ثقة وتأكيدا ودقة في توصيف الأحداث. ما يجري في تركيا ليس انقلابا عسكريا على الإطلاق، هي ثورة من داخل القوات المسلحة التركية. إذن ما يجري في تركيا ثورة قام بها الجيش التركي، والجيش التركي عندما يقوم بهذه الثورة دائما ينتصر، دائما في ثورات الجيش التركي يحقق الانتصار. فما يجري في تركيا ليس انقلابا عسكريا. أردوغان بيقول على انقلاب، لا هو مش انقلاب. في اليوم التالي ولما كان الأمر لم ينتهي بعد، كان لابد من مخرج لحفظ ماء الوجه. حضرتك بتقول لي انقلاب مسرحية رجب طيب أردوغان. يعني معلش أنا أوضحها بس بشكل إنه حضرتك بتقول إنه اللي حصل ده رجب طيب أردوغان، إنها دي مسرحية هو اللي مرتبها. نعم. ولم يتوقف الأمر عند حد الانحياز في تغطية الأخبار، بل تعداه إلى الشماتة والسخرية. ايه رأيك انت؟ انا فرحان والله العظيم بجد. يعني اللي بيجي على مصر ما بيكسبش. انا مش فرحان ان الشعب التركي اتبهدل ولا حاجه ابدا، لا انا فرحان اردوغان. ثم تخطى الأمر استباق الأحداث إلى تبادل التهاني بنجاح محاولة الانقلاب في تركيا والاحتفال بالمناسبة. وعبر الكثير من الإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فرحتهم. متفائلين ان شاء الله وبشرة خير، وشغلوا لنا بشرة خير وتسلم الايادي. هنشغلها بالتركي، الناس بيترجموها بس بالتركي، والف مبروك. وهكذا فإن محاولة الانقلاب في تركيا نجحت فقط في بعض وسائل الإعلام المصرية.